bonsoir à tous. C'est l'horloge لوكال على حسب التوقيت بتاع كل محلي وقت ما بتشوفوا الفيديو. يا رب ان شاء الله الفيديو يفيدكم. ده ميثود كده انا عاملاها برزنتيشن عن ازاي نطلع البطل اللي جوه ولادنا. تمام، حرروا البطل اللي جواك. فان شاء الله يفيدكم. احنا الموضوع مش لازم يكون كوشمار دي ديفوار، ان لازم نخليه افونتير اميزونت، يعني تكون مغامره لطيفه كده ممتعه لاولادنا. فاحنا هنطلع افكارنا خارج الصندوق ونحاول ان احنا ننفذها مع بعض. كفايه بقى مماطله مع الاولاد ويلا ذاكر يلا ذاكر يلا ذاكري، عندك امتحان، عندك شغل، عندك. بلاش الضغط ده لانه ما بيوصلناش لحاجه. احنا بنتعلم هنا في البرزنتاسيون ان احنا نحاول نوصلهم براحه نفسيه ويكون في هدوء نفسي ليهم ولينا. ما يقعدش كل شويه اصل انا بطني وجعاني، انا جعان. يا ابني انت لسه واكل من نص ساعه. لا معلش اصل انا جوعت تاني. انت هتحرميني من الاكل؟ هو مفيش اكل في البيت؟ الحاجات اللي بتحصل اللذيذه من اطفالنا دي، بطني وجعاني، ضرسي وجعاني، اللي انت بتقوله ده كده يعني. فنبعد عن الحجج والاعذار والمناهده طول اليوم مع اولادنا. نحاول ازاي ان احنا نعرفهم ان الديفوار ده مش بونيسيون مي ان جو، ده بالنسبه لنا لعبه وافنتور اميزونت، اللي هو حاجه ممتعه، رحله ممتعه بنعملها من اول اليوم. لازم نعرفنا من ضمن الحاجات اللي احنا هنعرفها في البريزنتاسيون ده كومن انكوراجمون كده، والتطبيل بقى على قد ما اقدر يعني. واهم حاجه طبعا ان لازم يكون في تشالنج، وعندنا ريكompense المكافئات اللذيذه سواء كانت بيتيت جراند. عندنا ان احنا كمان نقدر نذاكر من غير زن، سون كريي، سون لارم، من غير زن ولا عياط ولا صداع. هنتعلم ازاي نعمل ده. ازاي نحسسهم ان هم لما يبقوا فاهمين بيفهموا الدرس ده كويس، بيفهموه هم مبسوطين، زي الايماج اللي قدامنا كده وهو مبسوط وهو بيذاكر، وانا في قمه سعادتي ان انا ورا ومبسوطه بيه وهو بيذاكر جدا. فده اللي احنا هننفذه مع بعض. واجيب كوبايه النسكافيه بتاعتي واشربها من اول مره، مش هفضل كل شويه ان انا ما يعني اسيبها على جنب وما اشربهاش، ومن كتر ما احنا ما بنزعل وبنتخانق مع بعض. هنتعلم ازاي ان احنا نعيش في هدوء وسلام نفسي لينا ولاولادنا. وقبل ما ندخل على الاستراتيجي منها، ان يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. ان شاء الله الفيديو يفيدكم ويفيد اصدقائكم، ونتعلم منه حاجات جديده النهارده ممتعه ولذيذه بلمسه كده خفيفه، يعني مش هنزهق خالص باذن الله. ده خلاصه يعني بحث من الدراسه بتاعتي الاخيره، وحاجات كده يا رب تبقى كلها مفيده لاولادنا وننفذها وتطلع لنا طفل سوي من غير زن ولا حوارات. يلا بينا نيجي هنا يا ابطال للبروجي بتاعنا ايرو دو ليتود. يلا طلع البطل اللي جواك، يلا بدون بقى ما نصرخ ونصوت ونشد شعر بعض. يلا يا حبايبي، هنمشي دلوقتي على اول سيستم في بومودورو. السيستم ده مفيد جدا سواء للكبار او الصغيرين. بالنسبه للاطفال بتوعنا المناهج بتاعتهم طبعا تقيله، بيضطروا ان هم وهم بيذاكروا يفصلوا في النص كده، يعني بنحس ان هم خلاص بيكتبوا خلاص، يعني هم ولا فاهمين ولا شايفين ولا بيكتبوا ايه، يعني الموضوع بيبقى صعب بالنسبه لهم بصراحه. الواحد بيراعيهم جدا. فالاحسن ان انا اخلي اول 25 مينوت بيبقى كونستراكسيون توتال، يعني با دي تليفون دو راديو ديستراكسيون، اي حاجه تشغله بنشيلها خالص، ما يبقاش في اي حاجه غير ان هو يركز في اصعب ماده موجوده قدامنا. واهم حاجه ان احنا بنحمسه، بنعرفه ان انت عندك مثلا، لو انا عندي ساعه رمليه، الساعه الرمليه دي مفيده جدا، انا بالنسبه لي بستخدمها. بتتحط قدامي، مجرد ما بتخلص انا بخلص الماده اللي قدامي واخد بعدها البوز بتاعي. فدي من اهم الحاجات اللي ممكن تشجع الطفل على انه يذاكر. وبرضو الكلام اللي احنا نقدر نقوله له، تيا بيان ترافايي 25 مينيت سون تاريتي، انا فخوره بيك جدا، يعني ان انت اشتغلت ال 25 دقيقه من غير ما تفصل ولا تقف ولا تروح ولا تيجي. الكلام التحفيزي ده طبعا مفيد جدا جدا جدا.
بعد كده بنفهمه ان في بوست 5 مينيت، يعني بعد المذاكرة على طول يبقى يحس ان هو متحمس كده، ان لا عايزين نكمل، وعايزين نحل شوية ونقف شوية نلعب شوية ونكمل شوية وهكذا. فالسانك مينيت دي هنستفاد بيها برضو بان احنا يلا نمشي شوية، نشرب مية، نروح نعمل حاجة غير المذاكرة ونعملها مع بعض. ودي من اهم الحاجات ان البارون لازم يعملوها، ان احنا نعمل الحاجة دي مع بعض. يعني مثلا هنتنطط كده مثلا شوية، تعالى نتنطط جماعي تنطيط جماعي. عايزين نتمشى في الشارع، تعالى نتمشى نروح البلكونة كده ونرجع. يعني نعمل اي حاجة غير المذاكرة، نخليه يخرج عن المود بتاع المذاكرة شوية ويفصل. بعد كده من اهم برضو الحاجات، ونخليه طبعا متحمس، بس يعني من اهم الحاجات برضو اللي انا نفسي بستخدمها هي الكارت مونتال. كارت مونتال دي من ألذ الحاجات اللي بتعلق مع الطفل. يعني انا لو عندي ليسون انا بذاكره، ايه المشكلة لما يكون انا معايا الكولار بتاعي، الكريون دي كولار، وبعمل مثلا زي الهايلايتر كده على بعض الحاجات. بيبقى عندي اوقات بيبقى فيه هايلايتر جل، بيبقى فيه برونز كده، يعني الحاجات بتاعت البنات اللذيذة دي، وبيبقى فيها اودور لذيذ، يعني في ريحة لذيذة ليها، اعلم بيها. يعني انا فاكرة ان انا اهم مادة عندي في حياتي كانت السيونس زمان. من كتر ما انا بحب المادة دي كنت بهتم بالكايه كويس قوي وبلونه، وكنت اعمل الليسون اللي انا ببقى مذاكراه كويس تلاقيني رسمت جنبيه كده كور مثلا، اتوال، احس ان انا عملت حاجة وبكافئ نفسي بنفسي من قبل ما حد يكافئني. الحاجات دي بتعلق، الدرس بيتعلق بالرسمة اللي انت بترسمها، باللون اللي انتوا بتعملوه. لكل فكرة بنعمل لون مختلف. المناظر دي او الحاجات اللي بتبقى قدامنا دي بتبقى حلوة قوي، بتخلي اللسان بيثبت وبيتعلق بشكل معين، او بيتعلق بلون معين بيثبت معانا. فدي برضو من اهم الحاجات. بعد كده عندنا جوي او بروفيسور، يعني ان احنا نبقى ازاي مترسة او نبقى بروفيسور. دي انا بستخدمها مع الاولاد برضو، ان بعد ما نخلص الشرح بتاعنا او الليسون بتاعنا، يلا يا بطل اشرح لي انت. فنفس الكلام المامون او البارون عامه يعملوا حاجه زي دي. يعني احنا هنخلص، احنا ال 25 خلصت، عندنا دقيقه واحده بس تشرح لي ال 25 انت عملت فيهم ايه، او تشرح لي إيه اللي انت فهمته. انا يا سيدي واحد مش عارف، فانت هتقف كده وتشرح لي زي البطل وتقول لي الليسون ده افهمه ازاي منك. فدي حاجة بتشجع الطفل ان هو يبقى قيادي برضو، يبقى ليدر ويبقى مسؤول عن الدرس اللي هو ذاكره ده ويشرحهولك او يشرحهولك. فالدنيا بتبقى ألذ بالنسبة له جدا، ان هو حاسس ان هيعمل حاجة فيها تشالنج. تمام. واسأليه دايما الأسئلة اكنك فعلا مش عارفة. يعني انت مثلا عارفة الجرامر بتاع الانجليش، اعملي نفسك مش عارفاه وخليه يشرحهولك بجدية. العربي نفس الكلام، لا فعلا انا مش عارفة ايه الفرق ما بين هذا وهذه، او ايه الفرق ما بين البلوريال الجمع في هذه ولا الجمع مش عارفه غير عاقل وعاقل. الحاجات دي بتلخبط دماغي خالص يا بطلي. فانت لو سمحت ايه اشرحها لي سريعا كده، افصل ما بينها ازاي. الحاجات دي بتخليهم المعلومه لما تدخل ما تخرجش، خلاص هو شرحها اصلا، شرحها وعايز يعمل اكبر قدر ممكن من عقله ان هو يوصل لك المعلومه اللي وصلت له. فساعتها هي بتثبت، هو مش مجرد انا بذاكر وخلاص. تمام. طيب فالحاجات دي بجد بجد جميلة جدا. عندنا السلايد دي كمان، الريزوميه اللي انا عاملاه ده مهم جدا بجد. يعني امشوا عليه كده خلال اسبوع هتلاقوا فيه تحسن واضح بجد يعني. المهم احنا مثلا هنبتدي الساعة 4، 6h ل 6h25. احنا قلنا ان اول 25 مينيت عندنا بناخدها الكونستراكسيون توتال، ما فيش اي حاجة تشغله عن ان ال 25 دقيقة دول بنمسك فيها اهم مادة عنده، اهم مادة، اتقل مادة، اصعب مادة، ارخم مادة، على حسب ما هم بيقولوا الاكسبرسيون بتاعهم في المواد بتاعتنا طبعا نستخدمها. يعني نشوف هو بيستخدمها ازاي وهنستخدمها زي. يعني مثلا انا عندي طالب بيقول لي على فكرة انا الجرامير بتاع الفرنسي ده رخم قوي، انا ياه ده وحش انا ما بحبوش. لما اجي نشرح الجرامير برضو هقول نفس الكلام، ياه هندخل بقى على الجرامير الوحش ده، تعالى بقى ندخل انا وانت ونحاول انا وانت نفهمه مع بعض.
الحاجات دي بتحمس ان هو يركز اكتر، هو عايز يبقى انت وهو مع بعض بتركزوا، يعني يحس مين ركز عن التاني، مين حل قبل التاني، وهكذا. يعني ادخلي معاه في تشالنج انت وهو. تمام. فدي برضو بتطلع روح حلوة جدا اثناء المذاكرة. بعد كده احنا طبعا عندنا 5 مينيت بريك زي ما اتفقنا، عندنا اهو من ال 25 لتروند هيبقى ايه بيتيت بوز كده نعمل فيه اي حاجة زي ما احنا متفقين. بعد كده عندنا من 30 ل 55 هناخد المادة التانية، احنا اتفقنا ان ال 25 5 وبعد كده نرجع لتاني لل 25، فهنعمل فيه المادة اللي عندنا اللي المفروض ان احنا نذاكرها مع بعض. بعد كده عندنا بوز بس يكون اطول شوية، هيبقى عبارة عن ربع ساعة كده، 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة اقدر ان انا نلعب فيها، نتناقش في اي حاجة، نتكلم، نضحك مع بعض في اي حاجة، نعمل فريش كده لدماغنا شوية، يعني نفصل شوية بس بحاجة برضو تكون مفيدة. ويا ريت يبقى حاجة نعملها مع بعض، يعني نلعب مع بعض، نفصل دماغنا شوية بان احنا نعمل حاجة كلنا بنشارك فيها. تمام. نتفرج على كرتون، نقعد على الموبايل 10 دقايق، مش هيضرنا في حاجة، نعمل فيها حاجة لذيذة، نكلم حد من صحابنا نشجعه ان ايه ده انا بذاكر وانت كمان، ايه نظامك انت كمان بتذاكر ولا لا؟ طب يلا يا توتي نذاكر مع بعض، نحمس بعض ونشجع بعض في ال10 دقايق دي، نكلم فيها حد من اصحابنا ويبقى في برضو تشالنج ما بينهم كده. بعد كده بنرجع تاني لل 25 مينيت هنذاكر لو في مادة تانية تمام، مفيش بنعمل ريفيزيون رابيد سريع كده، بنخلص فيه ريزومي دي لا جورني، نخلص اليوم كله، بنعمل فيه تلخيص ليومنا، احنا ذاكرنا كذا وذاكرنا كذا وذاكرنا كذا، وده احنا لخصناه في هيئة مثلا بوا كده، بهيئة نقاط معينة، وده عملناه كذا وده عملناه بالطريقة الفلانية. الحاجات دي بتثبت المعلومة جدا مش بتروح. وعايزة اقول لكم على حاجة مهمة قوي، هي ان المذاكرة حاجة والريفيزيون حاجة تانية. طب يعني ايه؟ يعني انا المذاكرة طبعا مفيدة ومهمة، بس الاهم منها كمان الريفيزيون. في كتير مننا حتى في شغلنا لو احنا بنذاكر حاجة معينة وذاكرناها وسبناها ما بنفتكرهاش، فبنضطر ان احنا نذاكرها من اول وجديد اكننا ما ذاكرناهاش خالص. صح ولا لا؟ يعني ده كتير بيحصل معانا في اي مجال في العمل بتاعنا. بس لو انا ذاكرت حاجه وجيت راجعتها اخر اليوم، خلاص هي اتحفرت مش هتخرج من دماغي تاني. فنفس الكلام بالنسبه للطفل، لو هو جه ذاكر واجتهد بس يجي قبل اخر اليوم كده يراجع على اللي هو ذاكره سريعا، مش هياخد منه وقت اصلا وهو كده كده عارفه، بس التكرار نفسه بيخليه بتتحفر في دماغه. بعد كده اخر حاجة عندنا بناخد بريك تاني، بيبقى مثلا عبارة برضو عن 5 مينيت زي ما اتفقنا، احنا بنقسمهم. بعد كده نيجي اخر حاجة عندنا ال 25 مينيت الاخيرة او الدمية، على حسب هو الديفوار عنده كتير ولا صغير، يعني النظام نعمل الديفوار بقى سريعا، لان الديفوار ساعتها هيبقى تافه يعني بالنسبة له ان هو يحله. هو واحد ذاكر مادة مادتين 3 وفي نفس الوقت راجعهم سريعا وشرحهم، فالديفوار بالنسبة له بالعكس ده هيبقى لعبة بقى، انا عايزة اثبت اللي انا شرحته واللي انا ذاكرته ده في الورق في الديفوار لما المدام تيجي تصححولي. تمام. ده السلايد بتاعنا. تفتكروا احنا كده خلصنا؟ لا، في من اهم برضو السلايد بتاع احنا كده خلصنا التابلو والنظام اللي احنا بنمشي عليه من الاول، وان احنا شرحنا البارو المفروض يتعاملوا ازاي مع اولادهم. نيجي بعد كده لنظام مهم جدا اسمه السيستم دو ريكومبونس. ريكومبونس معناه المكافآت. احنا طبيعي بنشجع اولادنا لما بيجوا يلعبوا رياضة بيعملوا حاجة حلوة في البيت بنكافئهم عليها، وده المفروض يبقى سيستم مدى الحياة، يعني احنا بنعمله على طول. ان المفروض يعرف الفرق ما بين الثواب والعقاب، يعني انت بتعمل حاجة حلوة فانت طبعا هتتجازى عليها، عملت حاجة وحشة ساعتها احنا بنعاقب، صح ولا لا؟ يعني احنا اتربينا على كده. هنا احنا هنشيل فكرة العقاب خالص، مش هنعمل اي حاجة فيها بونيسيون، كل اللي احنا هنعمله ان احنا نحفز ونشجع. طيب هنشجع ازاي؟ عندنا بيتيت ريكومبونس. انا بشوف الريكومبونس، بشوف انا بنتي او ابني ايه اكتر حاجة بيشدلها بره البيت بيجيبها
بره البيت، بيلعب بيها بره البيت، واكون محوشاها في عندي بوات كده، عندي بوكس كده بجمع فيه كل الريكوبونس بتاعي. بعد ما بنجمعها في بوكس، مش المفروض ان هو يشوفها طبعا او ان هي تشوفها، احنا بنفاجئها في كل مرة بحاجة جديدة. ممكن تبقى حاجات بسيطة جدا على فكرة، يعني ممكن تبقى اوتوكولون مثلا، ستيكر معين هي بتحبه عن شخصية معينة. ممكن يبقى لعب بالكورة بتاعته اللي ما بيلعبش بيها بقاله كتير، كنت معجبة عليها، بتخليها برضو في البوكس بتاعك ده. ممكن يكون شوكليت، ممكن تبقى حاجة بروتين بار هو بيحبها. يعني الحاجات ممكن تبقى مفيدة وفي نفس الوقت مكافأة ليه، لذيذة على حسب هو بيحب ايه. التشجيع ده اهم حاجة، يعني كل ما يخلص تاش معينة طبعا احنا بنشجعه ان هو عمل الحاجة دي من غير زن، من غير ما يعمل اي دوشة في النص، من غير ما يفصل زي ما بيتقال يعني سونداريتي، من غير حتى ما يقف في النص. فكل دي لازم نقدم عليها مكافآت بسيطة. طيب المكافآت دي انا هعملها بناء على ايه؟ يعني انا بطبقها برضو عندي. بنبقى عاملين كده بابي بنعلقها، بنحط له البوا. كل ما يخلص حاجة بنحط له بوا، نشوف ان احنا لما نجمع نبقى متفقين مع بعض بصورة لذيذة جدا، وان احنا لما نخلص دي بوا مثلا 10 نقط انت ليك مكافأة، لما تخلص 5، لما تخلص 50، على حسب ما احنا ما بنتفق مع بعض احنا المفروض نخلص ايه في اليوم. تبقى انت طبعا مرتباها من قبل ما تتناقشي معاه. فدي طبعا الاتفاق ده بيبقى لذيذ جدا، ان يحس كده بان هو مسؤول، يعني ان احنا ماشيين مع بعض بالترتيب ومنظمين، وفي الاخر انت هتتبسط وانا كمان هتبسط يعني. في بقى الكادو سبيسيال اللي هو المكافأة اللي ممكن تبقى حاجة كبيرة. يعني كل ما يجمع فيها مثلا 5 نقط يبقى فيه سختي، يبقى فيه كادو، يبقى فيه حاجة يكون هو حاببها. مكافأة كبيرة دي مثلا زي مثلا الايفالواسيون بتاع كل اسبوع، او مثلا لو احنا عندنا الاكزاما بتاع الموا بتاعنا بتاع الشهر. الحاجات دي بيبقى ليها طبعا مكافأة سبيسيال، مكافأة خاصة كده احنا بنتفق فيها مع بعض، ان احنا لو جبت كذا انا هجيب لك كذا، لو جبت كذا او بقيت شاطر فاحنا هنعمل كذا وكذا وكذا، او هنخرج، او المهم تبقى عنصر المفاجأة برضو جميل جدا مع بعض، ان احنا في حاجات هنبقى متفقين عليها، وفي حاجات احنا كمان نبقى مع نفسنا كده انا عارفه اصلا من الاول ايه اللي بيحبه، فانا هفاجئه بيه من غير ما اتفق بيه معاه. تمام. وحضن ماما السحري ده حاجة تانية، يعني احنا في كل حاجة بنفضل نحضن ونبوس ونحضن ونبوس، دي اهم حاجة، لان هي دي اللي بتخلي انت شاطر وبرافو، يعني انت حاجة جميلة بصراحة، انت يعني بجد حاجة جميلة قوي، انا فرحانة بيك قوي. فمن ضمن الحاجات التشجيعية بتاعتنا. بعد كده اهم بقى الكونسي اللي معانا. من اهم الكونسي برضو ان انا قبل بس ما ننقل على الفراز ماجيك اللي المفروض احنا بنتعامل بيها مع اطفالنا، هي ان لازم ابقى عارفة ان كل طفل طبعا زي ما اتفقنا هو بيحب التشالنج. ممكن نعمل له نظام البوا اللي احنا اتفقنا عليه، ان هو مثلا كل ما يخلص ديفوار هيبقى باتوال او ببوا. كل ما يخلص 5 مثلا 5 نقاط من اللي احنا متفقين عليهم بيبقى ليه مكافأة صغيرة. عشان نجمات بيبقى اكتيفيتي سبيسيال او خروجه او سختي زي ما اتفقنا. ده كل ده بيحول المذاكرة من ان هي اوبليجاسيون اللي هو التزام تقيل على القلب احنا عارفينه، لحاجة فيها لعبة موتيفاسيون كده، فيها حماس وفيها تحفيز وفيها ان انا اتشجع بان انا اعمل حاجة تانية علشان اتكافئ بيها. بعد كده عندنا الفراز ماجيك. ايه هي الفراز ماجيك دي؟ المامو دي شامبيون لازم يعملوها مع الاطفال علشان يقدروا يشجعوهم. منها ان انا دايما بقول له جو سوي فيغ دو توا، جو سوي فيغ دو توا، انا فخوره بيك جدا، انت احلى كائن فضائي في حياتي، يعني انت حاجه كده مفيش منك اتنين، لان لو في منك اتنين كانت الدنيا باظت خلاص يعني. فالحاجات دي بتبقى لذيذه، والضحك في النص بيبقى لذيذ، ان ما تنشنش عليه. ما ينفعش ان انا افضل يلا ذاكر، انت عندك امتحان، يلا ذاكر، انت عندك مش عارفه ايه، يلا ذاكر، انت جبت درجه مش عارفه ايه. لا ده مش هينفع، لان ده اسلوب اصلا هما ما بيتشجعوش بيه خالص، بالعكس هما بيناموا منه. يعني انا عندي يعني
خبرة حياتية معقولة الحمد لله. يعني لا شفت كتير مامز بيتعاملوا مع اولادهم بطريقة قاسية. فلما الطفل يجي يذاكر، هو ممكن يعني يذاكر الفراز دي، او عنده استوار مثلا، عنده قصة المفروض يحفظ الفراز بتاعتها، تلاقيه يفضل يكتب يكتب يكتب، ممكن يملى 10 صفح عشان مامته بس تبقى راضية عنه قبل ما ينام، وفي الاخر هو ولا فاهم الاستوار ولا فاهم كل كلمة وبيكتب وخلاص. فطبعا دي حاجات ما ينفعش ان احنا نوصل لها. تمام. حاجة كمان الديسكتي، ان احنا نتناقش مع بعض، يعني دي مهمة قوي. يعني الأسئلة، النهاردة يومك عامل ازاي، في حاجة كانت صعبة بالنسبة لك، الدنيا ماشية كانت معاك ازاي النهاردة. ان انت تصادق او تبقى متصالح مع ابنك ويبقى في صداقة ما بينكوا، دي مهمة جدا قبل ما تبداي اي حاجة. يعني يومك النهاردة عامل ازاي في المدرسة، عملت ايه، المدام عاملة ايه معاك، الدنيا تمام، نفسيته كويسة، صحته كويسة، دي اهم من اي حاجة. وبعد كده ندخل في المود بتاعنا بتاع التابلو اللي احنا ماشيين عليه. واحنا لما بنيجي نشجع، ودي من اهم الاشياء اللي احنا لازم نبقى واخدين بالنا منها يا جماعة، هي المجهود اللي بيبذله. يعني عندنا بروسيس كده ماشيين عليها، البروسيس دي لو اتعملت احنا بنكافئ على البروسيس، مش بنكافئ على الريزلتا، يعني على المجهود بتاعنا. يعني احنا بنشوف والله انا ذاكرت طول اليوم، النتيجة دي بتاعت ربنا بقى، بس انا ذاكرت فعلا وشرحت وعملت الديفوار، واهم حاجة شرحت لنفسي وشرحت للبارون. فلا انا كده مش محتاجة منه اكتر من كده، يعني انا ما عنديش حاجة عايزاه يقدمها لي. تمام. فعشان كده بقول البروسيسوس دي اهم حاجة. لازم برضو من ضمن الحاجات ان ما ينفعش اقارنه باخواته او اصحابه، واحد خليه يركز في حاجته. ولازم ده اللي انا ابقى بنيه في شخصيته من دلوقتي، ان انت بص لنفسك، انا مش مهم انت جبت نتيجة عاملة ازاي، انت راضي عن نفسك. هيقولك طبعا لا، بس خلاص ده انت مش راضي، خلاص ماليش دعوه بحد بقى، ماليش دعوه انت احسن منه ولا هو احسن منك، انا ليا انت نفسك بنفسك، انا ببص لنفسي انا كويس ولا لا. فلقيت نفسي ضعيف، لا مش مشكله، انا ابدا من اول وجديد. يعني خلاص ابدا من الاول وامشي بالتابلو، وتعالوا نجرب الدنيا هتمشي ازاي معانا ونشوف النتيجه بتاعتنا عامله ازاي. يعني مش اول قرار ناخده في حياتنا يعني ناخد قرارات كتير، منها ان احنا ازاي نشجع اولادنا طول اليوم، يعني هما بيحبوا كده، ازاي نطبل لهم طول اليوم. تمام. يعني خليكي كده مامو امي، يعني ماما يعني صديق الصدوق، عارفه الصديق الصدوق، انت خليكي الصديق الصدوق اللي ماشي معاه في كل حاجه، يعني ماشي يمين وماشي شمال عادي، انا ماشيه معاك في اي حاجه، انت اشطر واحد في الدنيا. المهم ان احنا نغلط قد ما بيهمنا ان احنا نتعلم من الغلط ده. يعني ده كلام قديم الواحد متربي عليه، ان احنا نغلط، مش مهم ان احنا المره دي جبنا درجه مش كويسه، المهم ان المره الجايه نجيب درجه احسن. ما فيش بقى العقاب، لا ما نعملش عقاب، كفايه ان بتحسسيه ان هو ممكن يكون مقصر في حق نفسه. تمام. ده لوحده كفيل باي حاجه. بالعكس العقاب بيهديهم، ان انت خلاص زعقتي فانت طلعتي طاقتك فانا تمام. لا هي ما بتمشيش كده خالص، هي بتمشي ان انت لازم تصبري شويه، تخليكي مشجعاه طول الوقت ان لا احنا عايزين نوصل للاحسن، احنا هنفضل بنتواصل كده لغايه ما نوصل للي احنا عايزينه. من اهم الخلاصة اللي هي فعلا من القلب للقلب يا ابطال، يا رب ما تكونوش نمتوا مني، ركزوا معايا. مهم جدا ان انا ابقى عارفة ان الاتيود بتاعتي، ان الاتيود بتاعتي المذاكرة او الدراسة بتاعتي عبارة عن جو، يعني لعبة جيم، هي مش بونيسيون، هي مش عقاب. ما ينفعش ان انا اعاقبه بالمذاكرة، هيربط ان المذاكرة بالعقاب، فبالنسبة له عمره ما يحاول ان هو يوصل لها. اهم حاجة الراحة النفسية، لازم يبقى في انرجي وفي زي ما قلنا قبل كده في تشالنج، زي ما في تشالنج زي ما في ريكومبونس، مكافآت قصاد التشالنج ده. اهم حاجة برضو معاكي لونكراجمون اللي هو التشجيع، اللي عندك طبعا طول اليوم بتشجعي، ده مش اوبشن بالنسبة لك، لا ده ضروري ان يتعمل. حتى البريك اللي احنا بناخده ده حاجة مهمة جدا، مش مجرد رفاهية.
لا، ده لنفسيته هو عشان يعرف يكمل. اهم حاجة مع النجاح السعادة، ان احنا نبقى مبسوطين واحنا بننجح. انا مش بنجح يا ماما عشان انت تتبسطي وبس وانا مش فاهم حاجة، لا، انا بنجح عشان نفسي وبذاكر وبجتهد عشان نفسي، فانا بنجح علشان انا مبسوط بالنجاح ده. يعني خليه يوصل ان هو يبقى مبسوط بنفسه الاول، وبعد كده احنا ننبسط على انبساطه. لازم افهم ابني او بنتي ان انت لما تذاكر في اول ساعتين بالنظام او بالجدول اللي احنا حاطينه، خلاص انت عندك بقية اليوم تعمل فيه اللي انت عايزه. مش مقارنة. يدخل حاجة يكون بيحبها احسن وابرك ان هو يثبت فيها نفسه، عن ان هو يدخل حاجة ما بيحبهاش لارضاء الاخرين. بس هو مش مبسوط، فانا ساعتها مش هبقى مبسوطة لده. فما عنديش مشكلة ان هو ينجح في العربي، ما عنديش مشكلة ان هو ينجح في المات، ينجح في السيونس، بس مش شرط يبقى خلاص انا لازم. انا طبعا كل ام بتبقى عايزة ابنها متفوق، بس ده بيجي بالتدريج، يعني بالحب 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 بالحب. يعني بجد النجاح بيجي من ده. انا عارفة ان انتوا برضو سوبر هيرو، يعني انتوا بجد من الماميز اللي انا براعيهم جدا، ان ربنا يقويكم على حياتكم، على شغلكم، على اولادكم وبيتكم. الموضوع طبعا مش صعب، سوري، الموضوع صعب بس يستاهل ان احنا نلاقي فيه انجازاتنا ان شاء الله. يعني تلاقي انجازك في ابنك او في بنتك، دي حاجة بتبسطك وبتحسسك بنجاحك لذاتك اكتر من اي حاجة تانية. فاستثمارنا كله في ولادنا. فيا رب بالاستراتيجي اللي احنا شرحناها النهارده تقدروا توصلوا لاحسن حاجه تقدروا توصلوا بيها اولادكم. احنا كلنا عايزين ولادنا متفوقين، بس مع راحه البال، نذاكر مع بعض، نلعب مع بعض، نعمل كل حاجه مع بعض، يحس ان في مشاركه علشان ما يبقاش الموضوع تقيل بالنسبه له. بس بالتدريج انا بشيل نفسي منه علشان يحس بالمسؤوليه بالتدريج، وده مهم جدا. ما اقطعش مره واحده واقول انا هبعد عنه وهو يذاكر لوحده وهو لا، مش هيعمل ده. فالاحسن ان انا امشيها بالتدريج، ان احنا بنعمل الاستراتيجي دي مع بعض، احنا عاملينها مع بعض. انت بتذاكر شغلك وانا بذاكر شغلي، احنا بناخد بريك مع بعض، بنشرب مع بعض، بناكل مع بعض، بنتفسح مع بعض. يحس ان انا صديقة ليه، يعني او ان انا صديق ليه لو انا الاب اللي مسؤول عنه او اللي مسؤول عنها. فانا احسسها بان انت زي ما انت ما بتذاكري انا كمان بذاكر، زي ما انت ما واخده بريك انا كمان واخد بريك معاكي. الحاجات دي في الاول بتشجع الطفل ان هو يكمل على الاقل فترة كويسة لحد ما تسحب نفسك منه بالتدريج. فيا رب اكون قدرت وصلت المعلومات الكتير اللي في دماغي، اللي انا فعلا عايزة اوصلها على قد ما اقدر، حطيتها في البرزنتيشن دي. فيا رب تفيدكم، ويا رب لما ان شاء الله النتيجه بتاعه الاستراتيجي دي تبان عليكم، يا ريت تعملوا سيرفي كده تقولوا لي في الكومنتار انتوا لقيتوا تحسن عامل ازاي، ايه العيوب وايه المميزات اللي لقيتوها في الاستراتيجي دي مع الاولاد. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنتير خفيف، يبقى خفيفة على القلب كده، والواحد يحس ان هو مبسوط فعلا ان هو عمل لكم حاجة. وشير لاصحابكم ولاصدقائكم. الله بالتوفيق للكل. معلش طولت عليكم. بونجورني. وأوريفوار.